السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. لقد رأت في منامها أن ولدها يقوم بإشعال خشب الكبريت ثم يقربها إلى عينيه ويحرق بها عينه، فقامت الأم من نومها مفزوعة وجرت على غرفة ولدها مسرعة لتطمئن عليه. وكانت المصيبة والكارثة إنها وجدت ابنها جالس أمام الكمبيوتر، وللأسف وجدته يشاهد أفلاما إباحية قبيحة، فصدمت المرأة مما يفعله ولدها، ومن شدة خجلها خرجت ولم تتكلم وهي في قمة حزنها على المصيبة التي يفعلها ولدها. ولكن المرأة أرادت أن تنصح ولدها وتجعله يترك هذا العمل القبيح، ولكنها لم تعرف كيف تبدأ مع ولدها وماذا تقول له، فأرادت المرأة أن تخبره وتنصحه بطريقة مؤثرة وغير مباشرة. فقامت الأم في الصباح وهي تدعو لابنها أن يهديه الله تعالى إلى صراط مستقيم، فلما رأته وهو ذاهب إلى المدرسة قالت له: لو أن شخصا شعر بالجوع ماذا يفعل؟ فقال: يذهب إلى الطعام ليأكل. فقالت: لو أنه ليس معه مال لكي يشتري طعاما ماذا يفعل؟ فسكت الابن ولم يعرف ماذا يقول، وكأنه شعر بأن أمه تريد أن تخبره بشيء. فقالت الأم: لو جاء هذا الشخص وهو جائع وليس معه مال ليشتري طعاما وشرب دواء فاتحا للشهية هل تراه عاقلا؟ فقال الابن: بل إنه مجنون، كيف يشرب فاتحا للشهية وليس معه مال ليشتري الطعام؟ فردت الأم: فأنت مثل هذا المجنون تفعل مثله. فقال: أنا يا أمي؟ فقالت الأم: نعم، لأنك تفتح شهيتك على النساء بما تشاهده فتغضب ربك وتشعل شهوتك للنساء. فطأطأ رأسه إلى الأرض خجلا من أمه وأنها عرفت قذارة ما يفعله. وقالت لابنها: لقد نسيت قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقال ابنها وهو يشعر بالندم: لقد أخطأت يا أمي ولن أعود إلى هذه المعصية مرة أخرى.